بسم الله الرحمن الرحيم. انا بكلمكم من عند بيت واحد صاحبي. بنريح شويه بس بين البوزارات. انا هنا انتهزت فرصه ولقيت ان هو يعني قلت له يعني في فرصه في مايك وكده. للاسف كان اتمنى يكون في كاميرا فيديو. قلت ان في فرصه يكون مايك وكده ان احنا نوجه رسالة للناس اللي هي لسه قاعدة في بيوتها ولسه بتتابع بس عن طريق الفيسبوك ومترابطة تنزل. انا مش عارف اذا كانت الاخبار والحاجات يعني اخوة الشباب اللي بينقلوا ما شاء الله، اللي بيصوروا بالموبايل كتير، اللي بيصوروا بكاميرات الفيديو كتير. انا مش عارف اذا كانت الاخبار وصلتكم ولا لا، بس يعني بجد يعني الاخبار حاجة تفرح بجد. المظاهرات حاجة تفرح. انا اعتقد ان ده يوم تاريخي، بغض النظر عن ان هو يكون ثورة او مش ثورة، بغض النظر عن بعض يوصفه ان هو انا بوصفه ان هو انتفاضة شعبية، انا بوصفه ان هو عبارة عن فرصة لتجديد الامل من بعد تونس. الناس بجد مترقبة انها تشوف في مصر زي ما شافت في تونس وزي ما تابعت في تونس. بجد بجد احنا هنا قرب جامعة الدول العربية. البيت هنا قرب جامعة الدول العربية بجد. وانتم ممكن تكونوا سامعين في الشارع اصوات المظاهرات اللي هي شغاله دلوقتي حاليا. احنا بالظبط 10 دقايق وهننزل. بجد المظاهرات بالالوف، بال5000 وبال6000 ويمكن على الاقل يعني 10000. بتلف في الشوارع لفات متعدده وبتزيد العدد. في ناس بتنزل من الاتوبيسات، في ناس بتنضم من البيوت. في حاجه بجد 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 يعني حاجه والله بجد تشرح القلب. بجد حاجه يعني بجد تفرح. بس مش هو ده شعب مصر، مش هو ده بس كفايه يعني. احنا عايزين اكتر، احنا عايزين اهم. والاهم من كده بان بجد الامن في حاله رعب، في حاله قلق. الامن في حاله يعني رخو جدا جدا. يعني سايب العمليه خالص. مش قادر يسيطر على الوضع. بيحاول ان هو يكردن مجموعات صغيره، بس شويه شويه بيلاقي ان هو بيكردن هنا مجموعه صغيره، وبيكردن هنا مجموعه صغيره، وبيكردن هنا مجموعه صغيره. شويه شويه بتلاقي ان تحس ان الامن هو اللي متكردن، مش المظاهرين، مش المتظاهرين. لدرجه ان انا سمعت واحد من جنود الامن المركزي كان عمال بيدعي، كان جنبي كده، كان جنبي في الكردون، كان بيدعي وبيقول لك عديها يا رب على خير النهارده. يعني يا جماعه انا عايز اقول لكم هم المرعوبين، هم اللي خايفين. ده هم حتى بيعملوا حاجات مضحكه. يعني انا بتاع ده صاحبي قلت له نفتح تلفزيون نشوف الاخبار في التلفزيون المصري يعني، مش القنوات يعني. فشوفنا طبعا القنوات تنشر اخبار وكده اللي هي بره مصر، لكن القنوات اللي هي المصريه شغاله في طبيخ وحاجات كده وحاجات غريبه جدا. وقناه الاخبار بتتابع اخبار لبنان، يعني مهتمه جدا باخبار لبنان بتركز على اخبار لبنان ونجيب ميقاتي ومش نجيب ميقاتي وحاجات كده غريبه. ويعني عامله كده في الوقت اللي فيه الدنيا مقلوبه هنا يعني، والدنيا مقلوبه في كل مكان حسب متابعتي ليه وكده اللي شفتها يعني. وايه ده يعني حاجه بجد، حاجه يعني غريبه يعني ف فعلا يعني هم متجاهلين الاخبار المظاهرات، وده مش مهم يعني زي ما بيقول غاندي في البدايه: سيتجاهلونك ثم سيسخرون منك ثم يحاربونك وفي الاخير سوف تنتصر. هم دلوقتي في مرحله التجاهل. بعد كده يعني ان هو ما فيش حاجه بتحصل اصلا، يعني ان ما فيش حاجه بتحصل اصلا ومتجاهلينها. وبعد كده هيخشوا في مرحله السخريه، وبعد كده هيخشوا في مرحله ان هم يبتدوا يحاربوا الوضع ده نفسه. وبعد كده في الاخر احنا هننتصر. وانا شايفه ان يعني مش نصر بمعنى النصر، ان في النهارده حصل تغيير. النهارده ده اساسي حصل تغيير. يعني والاهم بجد في تغيير ان انا يعني بصفه شخصيه انا سعيد جدا ان الفيديو اللي انا عملته وشيرته النهارده الصبح في بدايه اليوم ابتدى يتحول من بوق. يعني فعلا الناس كلها نزلت الشارع زي ما قال الفيديو. يعني الفيديو في الاول كان بنتمنى ان الناس كلها تنضم من هنا وان الناس كلها تيجي. انا عايز اقول بصفه شخصيه يعني عشان اكون صريح معاكم، انا ما كنتش متوقع ان يكون في الحجم ده من الحشد، الحجم ده من النزول. ايه ده يعني بجد بجد شعب مصر فعلا حاجة عظيمة. يعني احنا شفنا ناس كبيرة في السن نزلت، يعني شباب صغير جدا جدا نزل، بنات، ولاد، كل الناس نزلت. والاهم حالة الوحدة كلها باسم مصر. يعني مفيش اعلام بقى حركات ولا غد اصفر ولا معرفش مين اسود ولا معرفش مين احمر. لا مفيش غير علم مصر بس.
والاهم ونوقف مثلا نكون واقفين في مظاهرات في اتوبيس مثلا معدي ونلاقي الناس بتنزل من الاتوبيس، يعني ناس كده شويه ناس كده بتنزل من الاتوبيس. يعني الفكره الناس محتاجه اللي يشجعها. وعشان كده انا قلت لصاحبي، قلت له بان يمكن لو بعض الناس اللي هم يشوفوا او يسمعوا الوصف اللي بقوله الحكايه، يعني انا كنت اتمنى بجد لو كان معايا كاميرا بس انا قلت يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. وبجد يعني قلت يعني يمكن بعض الناس زي ما نزلت من الاتوبيس لما هي شافت بعينيها، قلت يمكن بعض الناس اللي هي موجوده على الفيسبوك واللي هي كده لما تسمع وتشوف يمكن تتشجع وتعمل. احنا طلعنا نريح ونشوف الاخبار وراجعين تاني، وده لان العمليه مش هتكون يوم واحد انما ايام وايام زي تونس، وان شاء الله هتكون احسن من تونس، لان بجد زي ما التوانسه كانوا بيقولوا لنا وبيشجعونا احنا بلدنا بلد رجال. انا هحاول اعمل الفيديو ده، ورسالتي ليكم هي ببساطه في كلمتين بس: ما تخافوش، انزلوا. ما تتحجوش باي حاجه، انزلوا. اذا ما نزلتوش دلوقتي انا مش عارف هتنزلوا امتى، بس خلاص يعني خليكم في بيتكم، يعني لان بجد لو ما تخافوش انزلوا. مفيش حاجه، مش هيحصل لكم حاجه، مش هيجرى لكم حاجه، يعني زي بقول لك ما حدش بياخد اكتر من قدره يعني. يعني معلش انا رساله هرجله وكده بس عشان احنا مستعجلين. والف شكر لكم، تحياتي ليكم واشوف وشكم بخير. السلام عليكم.